السلام عليكم. قبل البدء هذه أبرز عناويننا: أمريكا تزلزل أوروبا وترسل هذا الشيء للمغرب. قضاء فرنسا يرفض قبول دعاوى المغرب. الطاقة تدفع العلاقات بين المغرب وروسيا نحو التقارب. الملك محمد السادس يهز دول العالم ويخرج بشرط تاريخي عن سوريا. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الأول أخبار المغرب. طرد موالين للبوليساريو في تجمع حاشد لرئيس الوزراء الإسباني. خلال تجمع حاشد لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقاطعة بركش شمال إسبانيا، حاول انفصالي رفع خرقة البوليساريو، إلا أن عناصر أمن منعته من ذلك. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الحضور الحاشد من الحزب الاشتراكي أطلقوا صافرات استهجان ونادوا بطرد الانفصالي المذكور ومرافقيه. وأوردت نفس المصادر أن الحدث وقع أمس الأربعاء 12 من أبريل في تجمع حاشد دعم فيه سانشيز المرشح الاشتراكي لمنصب عمدة المدينة القشتالية دانيال دي لا روزا. وقام ذات الشخص بعد وقت قصير من بدء سانشيز في إلقاء خطابه بالتلويح بعلم البوليساريو، ليتوقف سانشيز عن إلقاء كلمته ويسمح لرجال الأمن طرد الناشط الموالي للبوليساريو. الطاقة تدفع العلاقات بين المغرب وروسيا نحو التقارب. فرضت التحولات التي عرفتها العلاقات الدولية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات على موسكو بسبب تلك الحرب في توجه الرباط نحو نهج أسلوب جديد في علاقاتها مع الأطراف المتضادة في ذلك الصراع، بالاعتماد على خلق التوازنات بين الغرب وروسيا. وحسب تقرير نشره موقع إنرغي مونيتور المتخصص في أخبار الطاقة في العالم، فإن الطاقة لعبت دورا في نهج هذا الأسلوب بالنسبة لعدد من الدول، والعلاقات بين المغرب وروسيا مثال على ذلك، حيث تعتمد الرباط وموسكو على بعضهما البعض في مجال استيراد وتصدير الطاقة بشكل يتوازن مع مواقف البلدين في القضايا ذات البعد الدولي. ووفق ذات المصدر، فإن المغرب كان من البلدان القليلة التي رفضت التصويت على قرار أممي يدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا، لكن في نفس الوقت أشارت تقارير إعلامية أن المغرب كان من البلدان التي قررت تقديم مساعدات عسكرية لفائدة كييف بالرغم من صمت الرباط على ذلك، وهو ما يشير إلى أن المملكة المغربية تسعى إلى الإبقاء على التوازن في العلاقات سواء مع الغرب أو مع روسيا حسب التقرير. وأضاف إنرجي مونيتور إن العقوبات الغربية على موسكو بسبب اجتياح الجيش الروسي لأوكرانيا ألقى بتأثيرات سلبية على صادرات الطاقة بالنسبة لروسيا، وهو ما دفعها إلى البحث عن بدائل دولية أخرى. وكان المغرب هنا من البلدان التي توجهت إليها موسكو، سواء لتصدير الوقود إليها أو للاعتماد عليها كمنفذ نحو تصدير الطاقة إلى بلدان أخرى. أمريكا تزلزل أوروبا وترسل هذا الشيء للمغرب. موافقة أمريكا بيع أسلحة للمغرب يبرز مكانة الرباط لدى واشنطن مقارنة بمدريد. تناقلت الصحافة الإسبانية على نطاق واسع موافقة الخارجية الأمريكية على بيع عتاد عسكري يتضمن أنظمة هيمارس لفائدة القوات المسلحة المغربية بقيمة مالية تتجاوز 520 مليون دولار، معتبرة أن هذه الموافقة إشارة أخرى على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع بين واشنطن والرباط في مجال الدفاع. وعادت الصحافة الإسبانية من جديد للمقارنة بين العلاقات التي تجمع كل من المغرب وإسبانيا بالولايات المتحدة، والإشارة إلى التفوق المغربي في تشبيك علاقات قوية وجيدة مع البيت الأبيض على عكس مدريد. وقد ذهبت بعض التقارير إلى القول بأن موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة متطورة أثبتت نجاعتها في أوكرانيا ضد القوات الروسية هو تغليب لكافة الرباط على حساب مدريد. وسبق أن اتهمت الصحافة الإسبانية في وقت سابق رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالفشل في إحداث علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرت أن واشنطن تنظر إلى المغرب الآن كحليف موثوق فيه أكثر من إسبانيا، بالرغم من أن إسبانيا عضو في حلف الناتو، مشيرة إلى أن اللقاءات بين المسؤولين الإسبان ونظرائهم الأمريكيين نادرة وقليلة منذ اعتلاء جو بايدن رئاسة البيت الأبيض. ولا تخفي الصحافة الإسبانية قلق المؤسسة العسكرية الإسبانية من التحديث المتواصل الذي يقوم به المغرب لترسانته العسكرية وصفقات التسلح التي يبرمها، خاصة بعد تطبيع الرباط للعلاقات مع تل أبيب وتوجيه المملكة المغربية أنظارها نحو إسرائيل لعقد اتفاقيات تسلح جديدة لتقوية الأنظمة الدفاعية للمملكة. قضاء فرنسا يرفض قبول دعاوى المغرب. أكدت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء عدم قبول دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية زعمت استخدام الرباط برنامج بيغاسوس للتجسس أو شجبته.
وفي المرحلة الابتدائية أصدرت محكمة الجنايات في باريس 10 أحكام تعلن عدم قبول الدعاوى المباشرة ضد لوموند وراديو فرانس وفرانس ميديا موند وميديا بار ولومانيتي وفوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية. وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة وفق وكالة فرانس بريس. وتستند القرارات إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير لكونها ليست جهة خاصة. الملك محمد السادس يهز دول العالم ويخرج بشرط تاريخي عن سوريا. تواجه المساعي السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية رفضا من بعض حلفائها 5 أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية بما في ذلك المغرب. وكشفت وول ستريت جورنال الأمريكية أن المملكة المغربية ترفض مبدئيا عودة النظام السوري إلى شغل مقعده الشاغر بالجامعة العربية منذ العام 2011. وأضافت الصحيفة أن الرباط إلى جانب عواصم عربية أخرى الكويت والدوحة واليمن تريد من الرئيس السوري بشار الأسد التعامل أولا مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتا لتقرير مستقبلهم. ويعتبر الرفض المغربي لعودة سوريا وفق الصحيفة الأمريكية بمثابة انتكاسة لجهود السعودية لقيادة إعادة ترتيب جيوسياسية أوسع في الشرق الأوسط. يذكر أن المملكة المغربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد صيف 2012 بعدما قررت طرد السفير السوري المعتمد في الرباط باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، منتقدة بقوة الوضع في سوريا الذي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه وفق الموقف الرسمي وقتها. ومن المنتظر أن تحتضن السعودية القمة العربية 32 للجامعة العربية في 19 مايو المقبل. دير لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الأول أخبار المغرب. المغرب يواصل تجاهله التام لتحرشات الرئيس الجزائري واتهاماته التي لا تنتهي للرباط. لا زال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقع في العديد من التناقضات في تصريحاته وخرجاته الإعلامية التي يقوم بها كل شهر أو شهرين، وهي الخرجات التي لابدا أن يحضر فيها المغرب كأحد القضايا الأساسية التي يناقشها تبون مع المنابر الإعلامية التي يستدعيها هو بنفسه لإجراء الحوارات معها. وسجل ملاحظون تناقضات عديدة في تصريحات تبون في حواره الأخير مع قناة الجزيرة، وأبرز تناقض هو مواصلته للتحرش بالمملكة المغربية وتوجيه الاتهامات العدائية للرباط، بالرغم من أنه سبق أن صرح بأن نظامه قرر قطع العلاقات مع المغرب منذ 2 من أجل تفادي أي مواجهة عسكرية بين البلدين. تصريح تبون السابقة بأن قطع العلاقات مع الرباط بشكل كامل لتفادي أي عداوة تؤدي إلى حرب تفترض وفق العديد من المتابعين أن يلتزم هذا النظام ورئيسه الصمت وتفادي ما يثير العداوة والبغضاء مع الجار المغربي، على غرار ما فعلت وتفعل الرباط حاليا، ومثل ما سبق أن فعلت الجزائر أيضا في فترة الرئيس الراحل